بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل الحديث عن القواعد الشرعية والإنسانية للسعادة الزوجية. تحدثنا عن القاعدة الأولى، قاعدة التجاوز والتغافل عن الأخطاء بين الزوجين، وتحدثنا عن قاعدة الاحترام المتبادل بين الزوجين، ونستكمل الحديث اليوم في القاعدة الثالثة من قواعد السعادة الزوجية، وهي قاعدة التعاون بين الزوجين. التعاون في شكله العام في الأصل دين، والتعاون فطرة جبلها الله عز وجل في جميع مخلوقاته، صغيرها وكبيرها، ذكرها وأنثاها، إنسها وجنها. فلا يمكن لأي مخلوق أن يواجه كل أعباء الحياة ومتاعبها منفردا لوحده. ربنا عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام أحاديثه أكثر من أن تحصى في الحث على التعاون بين الناس، فقد دعا إلى التعاون كما يرويه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. من كان يمتلك راحلة وفرس ودابة زائدة عن حاجته فليعطيه لذلك الذي لا يمتلك دابة ولا راحلة. ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. النبي صلى الله عليه وسلم يزرع بذور التعاون بين الناس. من كان يمتلك طعاما زائدا عن حاجته فليوزعه وليعد به على من لا يمتلك من الطعام شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمنين في اتحادهم وتعاونهم فيما بينهم بالجسد الواحد. الإمام البخاري ومسلم يرويان عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والإمام البخاري ومسلم يرويان عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ولا يتأتى ذلك إلا بالتعاون فيما بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول فيما يرويه الإمام الترمذي عن ابن عباس قول النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة، لأن التعاون من فطر الله عز وجل. هذه النصوص والأحاديث أيها الأحبة للأسف الشديد تفضحنا أمام أنفسنا. هذه الأحاديث تكشف حقيقتنا المؤلمة، أن التعاون قد غاب عنا وعن مجتمعاتنا وعن واقعنا، والأسر هي جزء من الواقع. للأسف الشديد غاب عنها التعاون. الواقع الإسلامي أنتم ربما تعرفونه أكثر مني. كل هذه النصوص من رب السماء ومن هدي خير البرية، إلا أننا كأمة ندعي اتباعها، غابت عنا روح التعاون. دين يجعل التعاون الجماعي ضعف العمل الفردي ب27 درجة، لكن للأسف هذا التعاون غاب عنا، مع أننا أكثر من 1.5 مليار مسلم، ولم نستطع أن نصل إلى معاشير ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالقلة من الصحابة الذين كانوا معه. النبي هو النبي، والقرآن هو القرآن،
والإمام هو الإمام، المنهج واحد والكعبة واحدة. فما الذي جرى؟ الذي جرى أحبتنا الكرام أنه لم يعد بيننا تعاون كالذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وكالذي كان بين الصحابة أنفسهم. أنتم تعرفون المهاجرين والأنصار من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وماذا فعل الأنصار للمهاجرين رضوان الله تعالى عنهم أجمعين؟ الأنصار بذلوا أموالهم وبذلوا ما معهم للمهاجرين، شاركوهم وعاونوهم، والمهاجرين أيضا تعاونوا معهم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه مال من البحرين قسمها على الأنصار، لكن الأنصار قالوا يا رسول الله والله لا نأخذ شيئا منه حتى تشرك إخواننا المهاجرين معنا. وعندما جاء المهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقدرين لتعاون الأنصار وقالوا يا رسول الله والله ما رأينا قوما أبذل في كثير ولا أحسن مواساة في قليل من قوم نزلنا بينهم فشاركونا وكفونا، والله لقد خشينا أن يذهب الأنصار بالأجر معك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يزرع بذور التعاون بينهم: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم وتعاونوا على البر والتقوى. هذا أمر من الله عز وجل، يجب أن نتعاون على مستوى الأمة، ويجب أن نتعاون على مستوى الجماعة، ويجب أن نتعاون على مستوى الأفراد، ويجب أن نتعاون على مستوى البيوت. التعاون في البيوت ينهي المشكلات أيها الأحبة، والتعاون في البيت يرتقي بالأسرة، والتعاون في البيت صمام الأمان ضد المشكلات وضد المزعجات وضد التدخلات الخارجية. ما دام هناك تعاون بين زوج وزوجة فلا مشكلات تنغص عليهم حياتهما، لأن الحياة الزوجية هي اجتماع واتحاد شخصين ليكملا الحياة معا. هو ذلك الرباط الذي يجمع بين شخصين ليكونا حبيبين وليكونا شخصين في ذات واحدة. والزواج أيضا مؤسسة يشارك فيها شخصين، يعطي كل منهما ما يستطيع وما يقدر عليه من أجل أن تستمر هذه الشراكة. والزواج أيضا أيها الأحبة سفينة تسير بقبطانين، إن تعب قبطان عوضه القبطان الآخر وخفف عنه المتاعب. التعاون بين الزوجين قاعدة مهمة في جلب السعادة الزوجية، وربنا جل في علاه يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذا التعاون الذي نتحدث عنه ومن أجل جلب السعادة للحياة الزوجية يكون في مجالين مهمين: التعاون بالتناصح والنصح، والتعاون في الأعباء البيتية. هذه أهم وجوه التعاون بين الزوجين. النوع الأول التعاون في التناصح، لأن التناصح يحمي الأسرة، والتناصح يرتقي بالأسرة. المرأة تنصح والرجل ينصح، ولا يوجد أحد في الإسلام أيها الأحبة أكبر من أن ينصح، ولا يوجد أحد في الإسلام أعزكم الله أحقر من أن ينصح. النصيحة حق والنصيحة واجب، وأنت أيها الزوج أمير وملك في بيتك،
وأنت أيتها الزوجة أميرة وملكة في بيتك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما يرويه الإمام أبو داود عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد الله بأمير خير، أنت كزوج أمير في البيت وأنت كزوجة أميرة في بيتك. النبي يقول: إذا أراد الله بأمير خيرا جعل له وزير صدق يذكره إذا نسي ويعينه إذا ذكر. أنت إذا أراد الله لك الخير لا تستكبر وتقول أنا الرجل، ولا تقل لا أقبل النصيحة من زوجتي، لا تقلل من شأن زوجتك. هي تنصحني؟ هل هي درست مثلي؟ هل هي تعرف أمور الحياة كما أعرفها؟ هذا الكلام لا يقوله عاقل، وهذا الكلام لا يقوله إلا جاهل. ما منا من أحد إلا وهو يحتاج النصيحة، ولا يغرنك مقامك فتترفع عن قبول النصيحة. أحد العلماء وهو محمد بن كعب القرضي ذهب يعزي رجلا بوفاة زوجته، فيقول: كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد، وكانت له امرأة كان معجبا بها فماتت، فوجد عليها وجدا شديدا إلى درجة دخل في بيته وأغلق الباب على نفسه واحتجب فلم يكن يدخل عليه أحد. فسمعت به امرأة من بني إسرائيل فجاءته وقالت: إن لي إليه حاجة أستفتيه فيه، ليس يحزنني وليس يخرجني من هذا الباب إلا أن أشافهه بها. ولزمت بابه، يعني لن أترك الباب حتى أتحدث معه وأسمع إجابتي منه. فأذن له ذلك العالم الذي أغلق الباب على نفسه وقال: ما شأنك؟ قالت: إني استعرت من جارية لي حليا فكنت ألبسه زمانا، ثم إنها أرسلته تطلب حليها أفأرده إليه؟ كانت لي جارية عندها ذهب، عندها فضة، حلي، مجوهرات، استعرت هذه المجوهرات منها. بعد مدة أرسلت تطلب أن أرد إليها هذا الحلي، فهل أرد إليها حليها؟ فقال ذلك العالم: نعم والله المرأة ترد، قد مكث عندي زمانا، يعني هذا الحلي أصبح له مدة طويلة عندي. فقال ذلك عالم: ذلك أحق بردك، يعني ما دام أن هذا الحلي بقي عندك مدة من الزمن فهذا أحرى بك أن تسرعي برد هذا الحلي. فما كانت من المرأة العاقلة أن قدمت نصيحتها لذلك العالم المجتهد العابد وقالت: يرحمك الله، أفتأسف على ما أعراك الله، على ما أعارك الله ثم أخذه منك؟ يعني أنت كعالم وفقيه وعابد الله سبحانه وتعالى أعارك هذه المرأة وأعطاك هذه الزوجة وجلست عندك زمنا طويلا، أنت أحق بالرضا إذا أخذ الله سبحانه وتعالى أمانته. هذه القصة أيها الأحبة تدل كيف أننا يجب أن لا نترفع عن قبول النصيحة أو عن إسداء النصيحة. اللهم صل على الحبيب المصطفى. يروي عنه الإمام مسلم عن تميم الداري قوله: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: المؤمنون بعضهم لبعض نصحة، المؤمنون بعضهم لبعضهم نصحة، متوادون وإن ابتعدت منازلهم،
والمنافقون بعضهم لبعض غششة متباغضون ولو اقتربت منازلهم. فمن صفة المؤمن أنه يقدم النصيحة ويقبل النصيحة. فإذا كنت مؤمنا تنصح في الله تعالى، تنصح من أجل الله عز وجل، لا يوجد أحد من المسلمين يقول أنا لا أنصح، أو زوجتي لا تنصحني. زوجتك تنصحك، وتنصح من هو أكبر منك، وتنصح شيخ مسجدك ومن هو أكبر من شيخ مسجدكم، ما دامت هي تعرف هذا الحق. لكن النقطة الهامة في قضية التناصح بين الزوجين أن نراعي آداب النصيحة. فلا تسمع هذا الكلام امرأة وتقول أن النصيحة من واجبي، وتذهب إلى زوجها وهو يجلس بين أصدقائه أو بين أهله وتقدم تلك النصيحة الفظة الغليظة في وجهه وهو بين أهله وأصدقائه. لا أيها الأحبة، الإمام الشافعي يبين لنا أساليب النصيحة في بيت يقول: وجنبني النصيحة في الجماعة فتلك فضيحة لا أرضى استماعه. إذا أنت أردت أن تقدم لي النصيحة فلا تقدم لي النصيحة بذاك الصوت العالي وبين أهلي وأصدقائي وعزوتي، فتلك فضيحة لا أرضى استماعه. النوع الثاني من أنواع التعاون بين الزوج وزوجته هو التعاون في الشؤون الحياتية. للأسف بعض الأزواج يرون أن مساعدتهم لزوجاتهم في أعمال المنزل ينتقص من رجولتهم، وأن العمل هو من صميم عمل المرأة، وأن المنزل بالنسبة له هو مجرد فندق ومكان للراحة. ولكن أغلب خبراء السعادة الزوجية ينصحون إلى أن التعاون بين الزوجين يعمق المحبة والألفة بينهما، ويقوي التعاون في شؤون المنزل مشاعر الحب، ويسهم في تفهم كل طرف للآخر. وعلماء النفس أيضا ينصحون الرجال بعدم النظر للأمر بأنه انتقاص للرجولة وإهانة لكرامته، بل هو مساعدة لشريك الحياة في مسؤولية هي من اختصاصه. وكذلك الزوجة عليها أن تتعاون مع زوجها في مسؤولياته. الخبراء يؤكدون أن الزوج الذي لا يتعاون مع زوجته في أعماله المنزلية هو رجل أناني، ويترتب عليه شعور المرأة باليأس الذي يمنعها من القيام بواجباتها بالحب تجاهه، خاصة وأنها تواجه أمورا فوق طاقتها. فضلا عن هذا كله أيها الأحبة، التعاون بين الزوج والزوجة وقيام الزوج بالتعاون في أمور المنزل مع زوجته هي سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. ولنا في رسول الله قدوة حسنة والمثال الكامل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان خير الناس لأهله، يقوم في شؤون أهله ويساعد أهله في أعمالهم. الإمام البخاري يروي عن الأسود أنه سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يكون في مهنة أهله، أي في خدمة أهله، كان يكون في مهنة أهله، وإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، أي يساعد أهله في أمور المنزل، كان في خدمة أهله. هذه الكلمة من عائشة رضي الله تعالى عنها تلخص فيها معالم الحياة البيتية للنبي صلى الله عليه وسلم بكل أبعادها، وتترك الأمر لنا كمخاطبين
أن نستكمل معالم هذه الصورة من خلال معرفتنا بالبيت ولوازمها. أم المؤمنين في روايات أخرى تضرب أمثلة عملية على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم في البيت. الإمام أحمد والترمذي رضي الله تعالى عنهما يرويان عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قولها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. في رواية للإمام أحمد أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. تلك صورة رفيعة وضاءة تنقل لنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بخدمة نفسه بنفسه طالما هو قادر على ذلك، فلا يطلب من غيره فعل شيء وهو قادر على أن يفعل ذلك بنفسه. هذا هو المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذا هو المختار، هذا هو نبينا الكريم. والله ما من امرأة تعين زوجها على أعباء حياته إلا كان هذا الزوج بعمله وجهاده وبدينه وببذله في ميزان هذه الزوجة بالكامل يوم القيامة من غير أن ينقص من أجر ذلك الرجل شيئا. ولو أن أحدا من المسلمين يعمل طيلة النهار ثم جاء آخر النهار وهو متعب منهار، إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له. فإذا جاء هذا الرجل الذي يعمل ويكد من عمله وذهب إلى عمله لأن وراءه امرأة أعانته ووقفت معه وقوت من عزيمته وجعلته يذهب إلى العمل صافي الخاطر، أقسم لكم بالله أنه هو وأجره سوف يكونون في ميزان تلك الزوجة يوم القيامة من غير أن ينقص من أجره شيء، وهي سوف تأخذ من هذا الأجر وهي جالسة في مكانها إذا عاونته وإذا أشعرته أنها من ورائه. والعكس أيضا صحيح، ذلك الرجل الذي يدعم زوجته ويتفهم تعبها طوال اليوم في خدمته وخدمة عياله وخدمة البيت ويتعاون معها ويكن شريكا معها في أتعاب البيت، أيضا سوف يكون شريكا بثواب وأجر هذه المرأة يوم القيامة. فضلا أن هذا البيت الذي يكون فيه هذا الروح من التعاون سيكون جنة، وهذا البيت سوف يكون سعيدا. أحبتي في الله، من أجل أن تكون بيوتكم جنة ومن أجل أن تجلبوا السعادة لبيوتكم لابد أن تفعلوا وتعملوا وتقوموا بهذه القواعد التي تجلب لكم السعادة. القاعدة الأولى التي تحدثنا عنها أن تتغافلوا عن الأخطاء، والقاعدة الثانية أن تنشروا الاحترام بينكم، والقاعدة الثالثة أن تتعاونوا فيما بينكم، أن يكون للزوجة تعاون مع زوجها وكذلك الزوج عليه أن يتعاون مع زوجته، أن يشعر زوجته أنه يقدر أعمالها. النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام البخاري ومسلم أنه قال عن الخادم النبي يقول: إذا كلفتموهم فأعينوهم. النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الخادم أنكم إذا كلفتموهم بالقيام بعمل ما قوموا وأعينوا ذلك الخادم. فكيف بزوجاتكم؟ عليكم أن تتعاونوا من أجل أن يكون بيوتكم جنة من الجنان. وإلى غد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.